السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم كما كتشوفوا معايا وكما العاده جبت لكم وصفه جديده. غادي نحضر معكم ان شاء الله هاد لي طاخطوليط حلوين بواحد الكريمه ديال الحامض اللي كتجي صراحه رائعه وكتجي لذيذه لذيذه بزاف. فما تبخلوش علينا بالتعاليق الزوينه اللي صراحه كتخليني نزيد نستمر في هذا المحتوى ونعطيكم المزيد من الوصفات. نخليكم مع المقادير. هنا كما كتشوفوا معايا اول حاجه غادي نحتاج في لاباط صابلي 125 غرام ديال الزبده تكون حيوانيه حيت هي اللي كتجي لذيذه، او الا ما عندكمش ممكن ديروا نباتيه يعني هذيك ديال العلبه. 100 غرام سكر كلاصي، 250 غرام ديال الدقيق، وغادي نحتاج واحد البيضه، قبيصه ديال الملحه، نص باكيه ديال فانيلا. كما كتشوفوا معايا خديت واحد الاناء ووضعت فيه ديك الزبده اللي كتكون واخده من درجه الحراره، يعني راني خرجتها من الثلاجه ساعه قبل. صافي وغادي نضيف عليها داك السكر كلاصي اللي دوزته في الصفايه باش نتفادى دوك الحبيبات اللي كيكونوا في السكر كلاصي. كما كتشوفوا بالنسبه للفيديو راه واضح وشارح نفسه. كما كتشوفوا راني درت الزبده والسكر كلاصي والفانيلا حتى كينسجموا ليا دوك العناصر، اولا كذوب ليا ديك الزبده شويه، عاد كنزيد بيضه كامله كما كتشوفوا. صافي وغادي نضيف الدقيق اللي كما قلت لكم 250 غرام بالنسبه لهاد الكميه. الا كانت البيضه كبيره، اما الا كانت صغيره راه ما غاديش تكملوا 250 غرام ديال الدقيق. ودائما كيكون الدقيق من النوع الجيد باش كتنجح لكم الوصفه. انا كما كتشوفوا معايا بالنسبه لهذا الاناء جاني صغير وعذبني شويه. صافي خويت كلشي فوق الرخامه. كما كتعرفوا راه الرخامه اكيد كتكون نقيه حيت كنشتغلوا عليها. مره كندير لها واحد المسيحه بالخل كنعقمها. صافي هنا كما كتشوفوا هزت ليا الكميه ديال الدقيق صافي، وغادي نديرها في واحد البلاستيكه ما تكونش كتلصق، ونديرها في الثلاجه نخليها واحد نص ساعه ونعاود نرجع معكم. من بعد ما خليتها ارتاحت واحد نص ساعه في الثلاجه كما قلت لكم. نتوما الا ما عندكمش الوقت ماشي مشكل، يعني كي تعجنوها شكلوها مباشره، غير لاباط صابلي معروفه كترتاح شويه في الثلاجه باش ملي كندلكوها كتجينا مطاوعه انا في الخدمه. هنا كما كتشوفوا معايا راني دلكتها بشويه ديال الدقيق. صافي وكنقطع واحد الدائره اللي تكون كبيره شويه على دوك المولات، اولا ممكن تقطعوا غير بغلاقه ولا زلافه، داكشي اللي عندكم. صافي هنا كما كتشوفوا معايا بالنسبه لدوك المولات درت لهم واحد شويه ديال الدقيق باش نتفادى انهم يلصقوا ليا. صافي كنبقى غاده بهذه الطريقه هذه، كنطلع دوك الجوانب ديال العجين وفي نفس الوقت كنفيني بالموس. صافي هذه هي الطريقه ديالهم. غادي نتقبهم بالفورشيط وغندخلهم للفران مباشره، اولا الا عندكم الوقت الكافي خليهم ينشفوا باش يصدقوا لكم 100%. صافي وغادي نحضر معكم دابا الكريمه. كما كتشوفوا كريمه الحامض، خديت واحد الكاسرونه وضعت فيها كاس لاروب ديال عصير الحامض، كاس لاروب ديال الماء، وكاس لاروب ديال السكر سنيده، يعني قياس واحد. انا شاده التليفون بواحد اليد. صافي وكنخلط بواحد اليد كما كتشوفوا. وغنحتاج واحد جوج صفار البيض وجوج معالق كبار ديال الكريم باتيسري، هذا ديال الحامض خديته من بيم. نتوما الا ما عندكمش كريم باتيسري ممكن ديروا غير مايزينا، جوج معالق كبار. صافي وغادي نحرك كما كتشوفوا راه كنحركها بواحد اليد. وبالنسبه لهاد السوائل اللي درت معكم في الاول خليتهم فوق البوطه كيغلاو. صافي كنضيف شويه بشويه في هاد الزلافه هادي وكنخلط في نفس الوقت، حيت ما لقيتش لي يصورني داكشي علاش صراحه تعذبت في هاد الكريمه، ولكن راه كتجي رائعه بزاف. هنا كما كتشوفوا معايا كنديرها واحد شويه. صافي ومباشره كناخذ واحد الصفايه وكنصفينا هاد الحبيبات اللي كيبقاو، حيت انا ما لقيتش لي شد ليا التليفون، اما ما كنحتاجش الصفايه صراحه. هنا في الاخير فاش عقدات زدت قشره ديال الحامض، وفي الاخير كنضيف واحد معلقه كبيره ديال الزبده تكون حيوانيه من طبيعه الحال باش كتجيكم لذيذه هاد الكريمه. او الا كان عندكم النكهه ديال الحامض ممكن تزيدوه، انا ما عنديش، اكتفيت غير بالقشره ديال الحامض. صراحه كتجي رائعه هاد الكريمه. بالنسبه للزبده اولا الدور ديال الزبده كتخليكم هاد الكريمه تبقى مطلوقه ماشي عاقده. صافي
نعمر هاد لي تارطوليط بهاد الكريمه. انا ما غاديش نعمرهم كاملين حيت ما غاديش يتكلوا كاملين، النص غادي نخليه ان شاء الله حتى نعمروه بواحد الكريمه وغادي نشاركها معكم ان شاء الله. هاد الكريمه عاوتاني كتجي بالجبن، كتجي رائعه بزاف. هنا كما كتشوفوا معايا من بعد فاش عمرت دوك لي تارطوليط بالكريمه ديال الحامض، كنزين بشويه ديال الفواكه مشكله. هنا عندي التفاح، الكيوي والفريز. نتوما داكشي اللي عندكم ممكن ديروه، يعني اي حاجه، ماشي ضروري يكون هادشي اللي في الفيديو. كما كتشوفوا ممكن ديروا غير بنان اولا شرائح ديال الليمون. صافي غنبقى غادا حتى غنكمل انا هاد لي تارطوليط، حيت انا عمرت غير هاد 7 والاخرين غنخليهم خاويين. غادي نشارك معكم ان شاء الله واحد الكريمه اللي كتجي حتى هي رائعه بزاف. من بعد ما غنكملهم في التزيين غادي نقدمهم في واحد الصحن باش كتزيد ليا واحد الجماليه اكثر لهاد لي تارطوليط. هنا كما كتشوفوا معايا وصلت معكم لنهايه الفيديو. نتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم، وما كرهتش الصراحه تجربوهم بهذه الطريقه اولا هاد الكريمه اللي عطيتكم ديال الحامض، راه كتجي رائعه وكتجي لذيذه. فما تبخلوش علينا بالتعاليق الزوينه اللي ديما كتحفزني كما قلت لكم، وغتزيد تخليني نستمر في هذا المحتوى.